السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة بإذن الله هنجاوب مع بعض امتحان جديد من امتحانات الفصل الدراسي الأول للأعوام السابقة. امتحاننا النهاردة من إدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة. أول سؤال طبعا في الجغرافيا، وهو أجب عن الأسئلة الآتية. أمامك خريطة للعالم، وضح مدلول الأرقام التي عليها. الخريطة بتاعتنا كده موضح لك أو محدد لك 6 نقاط، والمطلوب منك إن أنت تعرف كل نقطة في دول بتدل على إيه. مثلا 1، الخط اللي موجود هنا، طبعا الخط ده بيمر بقارة أوروبا وأفريقيا والقارة القطبية الجنوبية، والخط ده بينصف الكرة الأرضية ما بين الشرق والغرب، والخط ده كمان احنا بنعتبره خط طول الرئيسي. يا ترى هو خط إيه؟ برافو، ده طبعا خط جرينتش. 2، الجبال الموجودة هنا تقريبا كده في جنوب آسيا هو جبال، برافو، الهيمالايا. 3، البحر اللي موجود هنا، نلاحظ ان البحر ده بيطل على محيط بفتحة واسعة، يعني هو بحر خارجي، برافو، ده بحر الصين. 4، هنا الموجود هنا هو المحيط اللي موجود هنا، يعني ده محيط مين؟ برافو، ده المحيط الهادي. 5، هنا قارة، برافو، أمريكا الشمالية. 6، البحر، برافو، المتوسط. نقطة ب في أول سؤال، وهي اكتب المقصود بالمصطلحات الآتية. 1، محور الأرض. 2، مجرة. 3، جبال. محور الأرض هو عبارة عن إيه؟ برافو يا سنة أولى، هو عبارة عن خط وهمي بيصل بين نقطتي القطبين الشمالي والجنوبي مرا بمركز الأرض، ويميل عن الخط العمودي بزاوية ميل مقدارها 23.5 درجة. طيب التعريف التاني أو المصطلح التاني وهو المجرة. المجرة هي عبارة عن إيه؟ برافو، هي تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. طيب آخر مصطلح وهو مطلوب منك تعرف الجبال. الجبال هي إيه؟ برافو، هي أراضٍ مرتفعة عن سطح الأرض شديدة الانحدار، لا يقل ارتفاعها عن 1000 متر، لها قمة أو عدة قمم بنسميها سلسلة جبلية. والسؤال الثاني في الجغرافيا، وهو أول نقطة ألف، بما تفسر تكون هضبتي اليمن وأثيوبيا. تكونوا بسبب برودة وتجمد المواد المنصهرة الخارجة من فواهة البراكين، فنشأت عنها الهضاب والبركانية زي هضبة اليمن وأثيوبيا. يعني في بما تفسر أهمية ثبات ميل محور الأرض. يا ترى بترجع أهمية ثبات ميل محور الأرض إن هو يكون ثابت بيأثر في إيه؟ ده بيرجع لأن ثبات ميل محور الأرض في اتجاه واحد يجعل فصول السنة ال4 تأتي بترتيبها المعروف، ولن يتكرر الشتاء أو الصيف في السنة الواحدة. السؤال في بما تفسر، لا نشعر بحركة الأرض أثناء دورانها حول نفسها. يا ترى ما بنحسش بدوران الأرض ليه؟ ده بيرجع لسببين: 1، انتظام سرعة دوران الأرض. 2، قوة الجاذبية الأرضية. سؤال أو النقطة التانية في تاني سؤال، وهي من أنا؟ السؤال ده حلو كده. وضعت نظرية زحزحة القارات، أنا مين؟ برافو، فيجنر. 2، أسقط على الأرض وأكون حفر عميقة، برافو، ده النيزك. 3، أنا فصل سنوي أبدأ في النصف القرى الشمالي في يوم 21 ديسمبر، برافو، ده فصل الشتاء. 4، أبدو في السماء كماسة زرقاء تشع ضوءا خافتا، برافو، ده كوكب نبتون. 5، أقع عند دائرة عرض 23.5 درجة جنوبا، ده طبعا إيه؟ مدار الجدي. 6، أنا أصغر من المحيط ولكني أتصل به بفتحة ضيقة، برافو، ده البحر الداخلي. وثالث سؤال في الجغرافيا، وهو اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. 1، الأشعة المائلة أقل حرارة من الأشعة العمودية، طبعا صح. 2، يتساوى الليل والنهار في فصل الربيع، صح. يشبه أورانوس زحل والمشتري في التركيب العام، طبعا صح. 4، تمر الدائرة القطبية الجنوبية في القارة القطبية الجنوبية وأستراليا، طبعا خطأ. الدائرة القطبية الجنوبية بتمر بقارة واحدة، وهي القارة القطبية الجنوبية بس.
تكونت دلتوات الأنهار بسبب التعرية البحرية. طبعا خطأ. نقطة ب، ماذا يحدث إذا سقط نيزك على مدينة معمورة بالسكان؟ طبعا سنة أولى إن ده هيؤدي إلى دمار كبير إذا كانت المنطقة مأهولة بالسكان. 2. تساوي طول قطري الأرض الاستوائي والقطبي. لو هيتساوي القطرين مع بعض ده طبعا هيدينا كده مقاييس الدائرة كاملة الاستدارة. بتنا هنا لأصبحت الأرض كرة كاملة الاستدارة ولن تكون منبعجة عند خط الاستواء ومفلطحة عند القطبين. آخر نقطة، ماذا يحدث إذا لم تحدث الحركات الالتوائية والانكسارية؟ طبعا هنا لما تكونت القارات بشكلها الحالي والسلاسل الجبلية العملاقة. وكده خلص الجغرافيا. يلا نبدأ في الجزء الثاني من الامتحان وهو التاريخ. أول سؤال، لمن تنسب الأعمال الآتية؟ 1. أشرف على بناء هرم الملك زوسر. هو طبعا الوزير إيموحوتب. 2. أسس الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين. طبعا هو الملك أبسماتك الأول. 3. خلص مصر من ظلم الرومان. طبعا هو عمرو بن العاص. 4. أعاد حفر قناة سيزوستريس. هو الملك نخاو. 5. انتشرت عبادته في الدولة الوسطى. هو الإله أوزاريس. 6. هزم شعوب البحر المتوسط عند وادي نطرون. هو طبعا الملك رمسيس الثالث. ما النتائج التي ترتبت على حلول الجفاف فوق الهضاب في العصر الحجري القديم؟ ترتب على ذلك ترك المصري القديم الهضاب ونزوله إلى وادي النيل فعرف الزراعة وبدأ يعيش حياة الاستقرار. ما النتائج المترتبة على زيادة نفوذ كهنة الإله رع في أواخر عهد الأسرة الرابعة؟ ترتب على ذلك 1. إسقاط الأسرة الرابعة، وطبعا تولي أسركاف كبير كهنة رع حكم مصر وتأسيسه للأسرة الخامسة. ما النتائج المترتبة على وجود نبات البردي في مصر القديمة؟ أدى ذلك إلى استخدام المصري القديم نبات البردي في صناعة الورق والسلال والحصير والحبال والقوارب. السؤال الثاني في التاريخ وهو أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. عرف المصري القديم استخدام النار خلال الأسرة الفرعونية الأولى. طبعا خطأ. أعاد الملك توت عنخ آمون عبادة الإله آمون. طبعا صح. نقل المصريون القدماء الزجاج من الصين. طبعا خطأ. بنى الملك مينا مدينة منفى واتخذها عاصمة للبلاد. صح. لعبت الملكة إياحتب دورا هاما في طرد الحوثيين من مصر. طبعا خطأ. يعتبر العصر النحاسي بداية التطور الحضاري لمصر القديمة. طبعا صح. وهنا معنا النقطة ب في السؤال الثاني في التاريخ وهي قارن بين مملكتي الشمال والجنوب من حيث العاصمة والشعار والمعبود. طبعا العاصمة في مملكة الشمال هي بوتو، مملكة الجنوب نخب. بالنسبة للشعار في مملكة الشمال هو نبات البردي، مملكة الجنوب زهرة اللوتس. بالنسبة للمعبود في مملكة الشمال هو ثعبان الكبرى، وبالنسبة للمعبود في مملكة الجنوب هو أنثى النسر. آخر سؤال في الامتحان هو أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. 1. يبدأ عصر الدولة القديمة بتولي الملك زوسر. برافو. 2. كانت مدينة إيسيتاوي عاصمة مصر في عهد الملك. برافو. أمين محات الأول. 3. اشتهرت عبادة الإله نقط في عصر الدولة الحديثة. برافو. آمون. 4. استخدم المصريون القدماء نظام نقط في عملية التبادل التجاري. النظام ده احنا بنسميه نظام، برافو، المقايضة. 5. سقطت أسرة أهناسيا على يد نقط. برافو طبعا، حكام طيبة. آخر نقطة، عندما طمع المعتدون في ثروات البلاد وخيرتها هب المصريون القدماء يحملون السلاح ليدافعوا عن وطنهم. في ضوء العبارة السابقة أجب عما يأتي. متى نشأ أول جيش نظامي في مصر الفرعونية؟ ده طبعا في عصر الدولة الحديثة. 2. حدد 2 من ابتكارات المصريين القدماء في تنظيم الجيش. 2 بس، فهو أقاموا القلاع والحصون، و2 قسموا الجيش إلى قلب وجناحين. بالنسبة لآخر نقطة، فسر السبب في ارتداء المصريين القدماء ملابس عسكرية قصيرة، طبعا حتى تسهل عليهم حرية الحركة أثناء القتال.